كنت جالس في مجلس وواحد يتكلم، في شخص من الجالسين أشر بعينه وقال يعني يحتقر المتكلم. الاحتقار هذا سواء بالعين باللسان باليد احنا نحسبه هين، ترى عند الله عظيم ومحسوب تحاسب به يوم القيامة. ترى ما يحتقر الناس إلا شخص متكبر في قلبه كبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليش تحقر الناس؟ من أنت حتى تحتقر العالم؟ بعض الناس يحتقر الناس عشان عندي شهادة أو أعرف أتكلم أو أنا فاهم في القصة والموضوع. احتقارك للناس هذا دليل الكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. واحد من الصحابة سأل قال يا رسول الله يحب الإنسان ويحب الرجل أن يكون حسن المظهر، يعني الملابس يكون متهندم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ما هو من الكبر أنك تحسن ملابسك ومظهرك. ثم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني يرفض الحق، غمط الناس يعني احتقار الناس. تحتقر الناس هذا من الكبر. تحتقر الناس هذا العمل يغضب الله عز وجل. الله لا يحب المتكبرين. كلما تتواضع لله الله يرفعك، وكلما تعتري على الناس وتتكبر يوضع قدرك بين الناس حتى ما يحبونك ولا يسمعون كلامك ولا حتى يتقبلونك. ليش؟ يعرفون أنك متكبر، يعرفون أنك تحتقر الناس. فإياك ثم إياك أن تتكبر على الناس ولو بطرف العين أو طرف اللسان.